السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ صباح بخير، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت ندوي على واحد الموضوع اللي المهم عشوائي وصافي. بغيت نعرف علاش الثقافه ديالنا شويه سلبيه. صاحبي، عندنا واحد الثقافه شويه سلبيه، كتحس بالتشاؤم صاحبي، في السلوك، في التعامل، في كل شيء. ما كتحسش صاحبي بالرقي صاحبي. والله العظيم. دابا بنادم ملي كيكون صغير يلا عنده 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، وكيقول له صافي كبرتي انت ودير عقلك. كيوصل 18 سنة وصافي كبرتي صاحبي، دير عقلك. الناس بحالك ما عرفت شنو داروا. وصل 30 سنة صافي انت شرفتي وباقي كدير هاد الشيء. 40 سنة وصافي انت راه صافي انت راه لحمك ما بقاش كيطيب. عرفتي شحال ديال السلبيه عندنا في الثقافه ديالنا. ما كايناش ثقافه انه بنادم يعيش الحياه يعني سميتو الحيويه. ما كايناش عندنا غير الثقافه ديال كلشي سلبي متشائم. كتبدا معنا هذا الشيء في الصغر ديالنا، سبحان الله. الدري الصغير ما كيخليو يعيش الطفوله ديالو، ما يخليو يعيش المراهقه ديالو، ما يخليو يعيش ما عرفتش الثلاثينيات ديالو، ما يخليو يعيش الربعينيات ديالو. صافي صافي خاصك توصل لواحد 30 سنه، صافي انت جمع طويل، دير جلابه، طلق اللحيه، صافي وسير القهوه، شد سميتو الجورنال وعمر السودوكو. هاد الحياه اللي شوف على حياه صاحبي كي دايره. ما فيهاش الحياه، ما فيها غير التشاؤم السلبي. عندنا واحد الثقافه غريبه جدا. وحتى الامثال الشعبيه ديالنا فاش كتسمعهم ولا كنسمعهم من عند شي واحد كنحس بالنوع من العقليه قديمه، بحال متحجره، بحال بقات في واحد الوقيته ما عرفتش. بحال شي امثله: ضربني وبكى، سبقني وشكى. بعض المرات كنسمع شي امثله وهذاك اللي كيقولهم كنقول عجيب اصاحبي. انا زعما ما نقدرش نقول شي امثله، والله العظيم. انت تخيل انه في زمن الذكاء الاصطناعي والعلم والتطور وبنادم ما عرف فين وصل بنادم باقي كاين ما عرفتش كيقول شي اقوال غير كتسمعهم كتحس بالاكتئاب كيدخل معاك. حوته وحده كتخنس الشواري. والله العظيم لا، هذا الشيء غريب بالرب. واللي عنده باب واحد الله يستو عليه. عرفتي والله العظيم الا كنت بعض المرات شنو هاد الثقافة غريبة جدا. عرفتي لما كانش عندك واحد الغربالة انك تصفيه، والله حتى تعيش التشاؤم بالرب، تعيش التشاؤم وانت في عز داك الشيء. علاش بنادم صغير في 18 سنة كيقول لك طلعت ليا الحياة وباقي ما دار والو، ما شاف والو، ما شاف. طلعت ليا الحياة في الراس. علاش؟ ايوا راه علاش؟ حيت الثقافة ديالنا من الصغر ديالنا حنا كنسمعوا هذا الشيء. ما يحس بالمسود غير اللي مخبوط به. غير تسمع هذه الكلمة كتحس براسك بحال راك في العصر الحجري وشاد شي حاجة هكا باش تشعل سميتو تشعل النار بشي خشبة هكا. والله انت غريب بالرب اخوتي. والله لا، عندنا الثقافة شوية متشائمة بالرب. بنادم صاحبي في اوروبا 30 سنة 40 سنة عاد يلا ممكن يلا باغي يعيش، باغي يسافر، باغي يدير بزاف ديال الحوايج في الحياة ديالو. كتحس به كيدير الرياضة، المهم كيدير بزاف ديال الانشطه في الحياه ديالو. تلقاه كيدير اليوغا، الرياضه، كيخدم. عنده واحد سميتو المهم شي جدول كيخطط فيه النهار ديالو، كيسافر وكيدير بزاف ديال الانشطه في الحياه. حنا 30 سنه صافي انت دير جلابه ودير طاقيه صافي. اللي فات مات صافي. ولا بنادم صاحبي ما فهمتش هاد الثقافه اللي عندنا خوت، والله العظيم. ثقافه ماشي مزيانه والله، كتخليك الاكتئاب وانت صغير. بزاف بنادم ما ينتحر، بزاف بنادم ما يدير بزاف ديال الحوايج، غير التفكير السلبي غادي. ما عندناش ثقافه انه نعيشوا، فهمتيني، نعيشوا ما حد في هذه الحياه تعيش. واخا تكون هذاك الشيء بسيط، المهم يكون عندك ديك الرغبه في الحياه، في الحياه، في العيش، مقبل على الحياه في اي سن. واخا تكون 30 سنه 40 سنه 50 سنه، ولكن فاش كتعيش بهذه العقليه وانت وسط
واحد العقليه متشائمه كيأثروا عليك، هذا هو البروبليم، فهمتيني؟ كيأثروا عليك، كتلقى راسك لا واعيا حتى انت داخل معاهم. فهمتيني؟ راه كيقول لك واحد المثال